يا مساء الخير، يا مساء العسل، يا مساء الفل عليكم حبايبي، احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا كلها. خلصت بقى انا النهارده، خلصت قمت روقت الشقه، قمت بدري روقت الشقه. وكان عندنا حبه مواعين من امبارح بقى الاكل غسلناهم. ما رضيتش اصور معاكم الروتين ده بقى علشان ايه؟ ما اضايقكمش. وغسلنا المواعين وروقنا الشقه وخدنا شاور سريع كده، وعملت كوبايه نسكافيه بعد الوش والزهق والترويق بقى، وانتوا عارفين الشقق والعيال والكركبه. وقلت اما اقعد ايه اصور فيديو اتكلم معاكم شويه. بصوا حبايب قلبي، النهارده جايبه لكم روتين ال1000 جنيه. روتين ال1000 جنيه ده تعملي بيه يا حبيبه قلبي، هيمشيك ان شاء الله بفضل ربنا اطول وقت. يعني ايه، مش عايزه احدد لك ايام معينه، لان كل واحد زي ما قلت لكم حبايب قلبي، زي ما بقول لكم مرارا وتكرارا في كل الفيديوهات، كل واحد على حسب ظروفه، وكل واحد على حسب عدد الاسره بتاعته. بسم الله ما شاء الله، ممكن ال1000 جنيه يكفيك نص شهر، تمشي حالك بيه نص شهر، وممكن تمشي حالك باكتر من نص شهر، ممكن تمشي حالك ب10 ايام، على حسب عدد الاسره حبيبه قلبي اللي معاك، وعلى حسب ما انت معوده اولادك. طب هتعمل 1000 جنيه يا محمد؟ يا محمد ال1000 جنيه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده، يعني قيمتها زي 100 جنيه. انا عارفه حبيبه قلبي والله، انا عارفه ان ال1000 جنيه دلوقتي القيمه بتاعتها زي 100 جنيه، وال100 جنيه دلوقتي القيمه بتاعتها زي 10 جنيه. فهنعمل ايه؟ لازم نتأقلم على حسب الظروف بتاعتنا، ولازم نتأقلم على حسب الجو والغلاء الفاحش اللي بقينا فيه. لازم نمشي امورنا، لازم نمشي بيتنا، لازم نأقلم نفسنا. طب ال1000 جنيه ده هنزل بها السوق. انا دلوقتي خدت معايا ال1000 جنيه، سواء محوشاها، اذا كان باخد المصروف باليوم او محوشاها بالاسبوع، او المهم معايا 1000 جنيه ونازله بها السوق. طب اجيب ايه بها ال1000 جنيه دي؟ بصي حبيبه قلبي، مبدئيا ممكن تجيبي فرخه، وتقولي للراجل عايزه فرخه في حدود يعني ايه، قولي 250 270 جنيه، وقولي له قطعها لي 8 حتت. معاكي 8 حتت اهو، غير الرقبه وغير الاجنحه وغير الكبد والقوانص بتوعها، ماشي. وهتنقي عليهم بتاع 5 وراك او 6 وراك صغيرين. يعني قولي هتاخدي مثلا 5 وراك او 6 وراك، في حدود برضو ايه زي الفرخه كده مثلا. هاتي 6 او 7، هاتيهم صغيرين علشان يرموا معاكي، لان الكبير بيقطع. يعني الورك الكبير الحلو يا بنات بيعملوا 50 جنيه. ودلوقتي الفراخ نزلت شويه الحمد لله، هدي شويه بعد ما قالوا موضوع الفيروس والكلام ده، بس ما تقلقوش منه، لان موضوع الفيروس ده ما بيعديش ان شاء الله بفضل ربنا. ولو فرخه تنقيها قدامك، ولو اكبر الله اعظم الظهر بيدي، تنقيها قدامك وتبص في صدرها وتبص في بطنها وتبص تحت الجناحه بتاعتها، ما دام ما فيش حاجه مزرقه ولا اي حاجه، يبقى قولي له اتكل على الله واذبحها. وانت بتنقي الوراك برضو بصي فيها حلو. هاتي 7 وراك. 7 وراك ممكن يعملوا لك في حدود 300 جنيه 250 260، في الحدود دي يعني. المهم بأقل فلوس هاتي. وبرضه هتقطعيهم الواحد 2، يعني قولي هتجيبي 7 وراك، 7 في 2 ب14، وعندك 8، يبقى 24. لا، هيبقى 8 و14 هيبقى 22، صح؟ 22، ايوه 22 حته. هتاخديهم تروحي تغسليهم وتنضف. طب ماشي، قبل ما اروح واغسلهم هنجيب ايدينا على ما بتاع الفراخ يجهز لك الحاجه بتاعته، ولو على ما تجهز لي الحاجه دي هتسوق واجيلك. هتجيبي ايه تاني؟ هتروحي في ناس محلات بتبقى حلوه محترمه، بتبيع لحمه حلوه نظيفه، اللي هي اللحمه المجمده، في اللحمه البرازيلي، وفي اللحمه الهندي، وفي يعني كذا نوع لحمه. في ناس بتبقى محترمه بتبيع لحمه حلوه. قولي له اديني بتبقى الكيلو تقريبا ب 250 او ب 240 حاجه زي كده، مش عارفه بصراحه بكام الكيلو عندنا. هسال عليه واقول لكم. كل مكان على حسب طبعا السعر بتاعه، لان السعر بيختلف على حسب المكان اللي انت فيه. المهم هتجيبي لك كيلو ونص، هتجيبي كيلو صحيح وهتجيبي ربعين، او هتجيبي مثلا نص صحيح وهتجيبي كيلو اربع، لان اللي احنا بنستعمل اللحمه المفرومه، والعيال بتحب اللحمه المفرومه اكتر من الصحيحه. ليه بقى؟ تدخلها لهم في بشاميل، تدخلها لهم في جلاش، تدخلها لهم في رقاق، تدخلها لهم طاجن مكرونه، تعملي مكرونه بقطه كده مسلوقه وتحطي وتكوني مشوحه ربع اللحمه ومظبطاه كده ومشوحاه ببصل كده وريحته حلوه وفلفل اسمر وملح والتوابل بتاعته الحلوه دي، وتحطي فريشي كده في قعره الصينيه،
وتكوني سلقه المكرونه القلم، ومكرونه بقوطه يا بنات، بس ما تسويهاش قوي يعني، خليها ايه ناقصه سوا شويه، عشان لسه هتدخليها الفرن. تفرشي في قعرة الصينيه، وبعد كده تحطي المكرونه عليه وتظبطها عليه وتدخليها بقى الفرن. بس ايه يعني تلم نفسها وتنشف شويه، وشغلي لها الشوايه تطلع لك الفرن بتاعتها بسم الله ما شاء الله، وشها احمر زي الفل. وفي صينيه تانية بقى ساعه التقديم تقلبيها في صينيه تانية، هتلاقي اللحمه على الوش من فوق، جنبها حبه مخلل، واتغديتي بالهنا والشفا انت وولادك. ادي يوم. تقولي له تجيبي مثلا نص كيلو كبده، لو عايزه نص كيلو كبده هتاخدها شرايح، يقطعها لك بقى وحتت مكعبات صغيره، دي حاجه ترجع لك انت، زي ما عيالك بياكلوا تجيبي. هتجيبي نص كيلو كبده او ربع كيلو كبده، لو جبت ربع كيلو كبده والله يا حبيبتي نص كيلو كبده على ربعين تعملي منه وجبتين. مثلا عملنا النهارده كبده، الاسبوع الجاي او بعدها ب 10 ايام او 15 يوم نعمل كبده تاني تغيير. الكبد والقوانص كبدتين ونصتين ممكن تقطعيهم حتت صغيره وتعملي تسلقيهم، وعلى فكره هينزلوا لك مرقه حلوه قوي. الكبد والقوانص بتبقى الشوربه بتاعتها جميله ودسمه. بعد ما تسلقيهم بالشوربه بتاعتهم تعملي حبه رز، اعملي حبه رز وقطعيهم حتت صغيره وقلبيهم في الرز، اللي هياخد له حبه رز هيلاقي فيها حته كبده. وتعملي جنبهم حبه بطاطس محمره، او تعملي جنبهم صينيه بطاطس من غير اي حاجه، كفايه ان احنا عاملين الرز وفي كبد وقوانص. اي نعم هم اتنين بس، والله اقسم بالله ربنا يبارك فيهم، والعيال عينها هتتملي، لانه سبحانه وتعالى العيال يعني ايه، من ساعه الدنيا ما بقت غاليه، ومن ساعه ما بقينا ما بنجيبش حاجات كتير زي الاول. يعني احنا كنا، انا عن نفسي كنت متعوده كل خميس لازم اجيب 2 كيلو لحمه. كانت اللحمه بكام؟ كانت اللحمه ب 100 جنيه وب 150 جنيه. دلوقتي عشان اجيب 2 كيلو لحمه ب 600 جنيه، احنا اللحمه عندنا ب 300 جنيه، عشان اجيب 2 كيلو لحمه ب 600 جنيه حرام. ولسه كمان دي لحمه بس من غير خضار. دلوقتي بقيت اجيب كيلو ونص لحمه، بقيت اجيب كيلو ونص لحمه، ومش كل خميس، كل شهر ولا كل 40 يوم. وماشيينها بفراخ، ماشيينها باجنحه، ماشيينها بحاجه زي، لازم نتاقلم مع الغلاء ونتاقلم مع الجو اللي احنا بقينا فيه. ربنا يرحمنا برحمته وهو ارحم الراحمين. حبايب قلبي، يا ريت لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسونوش بلايك وشير، ودوسي على علامه الجرس، ودوسي على كلمه الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله. طيب نقول جبنا ب 500 جنيه فراخ، وجبنا ب 300 جنيه لحمه، وجبنا الكبد والقوانص مش عارفه الكيلو ب 100 وكام. قولي نجيب كيلو، هاتي كيلو او هاتي كيلو الا ربع، او هاتي نص ربعين، كل ربع لوحده ماشي حالك بيه، لان انت مش هتعملي الحاجه دي بس، انت هتعملي الحاجه وتعملي جنبها خضار. وبعدين يا حبايب قلبي مش كل حاجه لحمه وفراخ، يعني اقسم بالله الفايده بتاعت الخضار حلوه قوي. الفلفل فيه فايده، الفلفل الالوان فيه فايده، الفلفل الاخضر بتاعنا الرومي العادي بتاعنا ده، والفلفل الشطه فيه فايده، الكوسه فيها فايده، البسله فيها فايده، الفاصوليا فيها فايده، الملوخيه، جميع انواع الخضار فيها فايده، البصل فيه فايده، الثوم فيه فايده. يعني مش بس الفايده في اللحمه والفراخ، البيضه المسلوقه قيمتها بقيمه حته فرخه، لانها بروتين زيها زي الفراخ. فالقيمه بتاعت البيضه سمعتها من دكتور في التلفزيون بيقول لك اللي بياخد بيضه مسلوقه كانه كل حته فرخه. فالبيضه يعني الحاجات دي كل حاجه لها فايده، والخضار فايدته جميله جميله، ويمكن زي الفراخ واللحمه، وتعلى كمان عن الفراخ واللحمه. الفجل فيه فايده، الجرجير فيه فايده، البصل الاخضر فيه فايده. يعني مش بس فراخ ولحمه، وما كانش فراخ ولحمه مش هنعيش ومش هناكل، لا هنجيب خضار وهنعمل وهناكل وهنعيش، والدنيا هتمشي والعيال هتبقى مبسوطه. احنا مشكلتنا في العيال، احنا مش مشكلتنا في نفسنا ككبار، لا احنا مشكلتنا في العيال. بتبقى نفسك تجيبي لعيلك اللي نفسه فيه، نفسك ما تحرمش عيلك، بس اقسم بالله احنا ما بنحرم، يعني على قد ما بنقدر ما بنحرمش عيالنا، بنجيب والعيال بتاكل الحمد لله. يعني ممكن تجيبي ربع كيلو لحمه، تحط عليه بصلايه حلوه كده كبيره، تحط عليه اللهم صل على النبي، ممكن تعملي كوبايتين رز، بس وديهم عند الجزار لو ما عندكش مفرمه او ما عندكش كبه، وديهم عند الجزار. شوفي كيلو اللحمه عليه تقريبا نص كيلو رز، او كيلو الا ربع رز. تعملي ربع، قولي اعملي كوبايتين الرز دول على بصلايه، على حزمه خضره وحبه ثوم، وتوديهم للجزار، تكوني ناقعه بس الرز، وتقولي له افرمهم لي على ربع كيلو لحمه، يفرمهم لك، تعملي بيهم حبه كفته، يملوا لك صينيه، الصينيه دي تاكلي فيها يومين.
ايا يكون عدد الافراد، 6 افراد 8 افراد، اقسمك بالله تاكلي فيها يومين، لانك هتبقى عاملاها وعامله لها حبه صلصه ومظبطاها، وحاطه الكفته في الصلصه ولزها في الفرن، تعملي جنبها حبه رز. بصي كفايه هم حبه الكفته دول وحبه الرز هتاكلي فيهم يومين. هتعملي الكبد والقوانص زي ما قلت لك، والطاجن ده قولي يوم. اما الفراخ، خش على الفراخ بقى. المهم باقي السوق، معلش يا حبايب قلبي بكون لكم باقي السوق. باقي السوق تروحي تجيبي لك كيلو طماطم، تجيبي لك نص كيلو فلفل، تجيبي لك 2 كيلو بطاطس. هي بس البطاطس دايما اللي بتزودي فيها اقل حاجه 2 كيلو، لان العيال بتحبها والكبار بيحبها، وماشيه اي حاجه زي ما قلت لك قبل كده. تجيبي فجل، تجيبي جرجير، تجيبي بصل اخضر، تجيبي بصل ناشف 2 كيلو. شوفي عندك، شوفي ايه الموجود قبل ما تنزلي السوق، شوفي ايه الموجود عندك تقدري تستغني عنه، او تقدري تجيبي منه نص الكميه، وتجيبي الضروري. يعني مثلا لو عندك بصل ما تجيبيش بصل، لو عندي بصل قليل طب اجيب كيلو على اللي عندي عشان ما اقطعوش من عندي، لانك ممكن تيجي تعملي اكل في اي وقت عايزه بصل، يا لهوي بصي في التربو ما فيش بصل، طب ما ينفعش اخبط على جارتي دلوقتي واقول لها اديني بصلايه ولا 2، ما فيش الكلام ده دلوقتي. وبعدين انت تتحرجي تقولي لجارتك بعد اذنك اديني بصلايه عشان جيت اعمل اكل وبصيت ما لقيتش بصل، انت تتحرجي. فلازم يا حبيبه قلبي خزين بيتك ما يكونش مقطوع من عندك خالص. لو عندك حبه بصل قليلين قيمه كيلو كده ولا نص كيلو، هجيب عليهم كيلو او 2 كيلو ان شاء الله رفيع. المهم الاقي حاجتي موجوده في بيتي. دايما يا رب يجعل بيوتكم عمرانه بالخير ومليانه بالخير ومليانه بالرزق والسعاده والستر، ويستر اولادنا ويستر اولادكم يا رب، ويهدي شبابنا يا رب، وينجح اولادنا واولادكم يا رب. تجيبي بقى الفراخ وتقسمي بقى الفراخ. انت قدامك 7 وراك معمولين 2 و14، وقدامي فرخه 8 حتت. اقسمه بقى، اجيب اكياس التلاجة الصغيره دي واقسمهم. الورك ده مثلا ممكن اطلعه واقطعه حتت صغيره واعمله على اي حاجه، حبه رز، حبه مكرونه، حبه لسان عصفور، وجنبهم صينيه بطاطس. واهم حاجه الرز والبطاطس بيمشوا مع بعض ونتغدى. اطلع طب الوركين دول هم مثلا، او حته الصدر دي، الصدر تاخديه، ممكن تاخدي الصدر تعملي منه بانيه ان شاء الله، تعملي سندوتشات يا ستي. لو انت عارفه مثلا لو حطيتيه على الترابيزه او على الطبليه حد هياكل وحد هيتظلم، لا انا هعمل لكم انا ولاد النهارده بانيه، وهنعمله لكم في سندوتشات عشان كل واحد ياخد السندوتش بتاعه، ياخد المناب بتاعه. ماشي. تعملي البانيه او كل واحد حتتين بانيه على حبه مكرونه بقوطه، لو هتاكلوا مثلا جنبه مكرونه بقوطه مش بعيش، في ناس بتاكلوا مكرونه بقوطه وفي ناس بتاكلوا بعيش. لا انا هعمل لكم النهارده كل واحد قطعه بانيه وجنبها حبه مكرونه بقوطه. ايه رايكم؟ ولا تاكلوا بصاره ولا تاكلوا عدس؟ هيقولوا لك لا يا ماما، احنا لا عايزين عدس ولا عايزين بصاره، عايزه تعملي لنفسك انت اعملي، احنا اعملي لنا اللي انت بتقولي عليه، اعملي لنا بانيه. ماشي بانيه ومكرونه ماشي. هتعملي حبه مكرونه بقوطه حلوين كده وحبه البانيه، وكل عيل حتتين على الطبق بتاعه، ويقولوا لي يا حبيبي ده منابه، تاكله تخليه انت حر. تتغدي انت وجوزك واولادك وبالهنا والشفا. اهم حاجه الخزين بتاع بيتك يا حبيبه قلبي يبقى موجود، مكرونه، رز، زيت، سمنه، البصل، الثوم، دول 4 اساسيات في البيت ما يتقطعوش من عندك، ما تديهمش فرصه انهم يتقطعوا من عندك. طول ما موجودين عندك تحس ان البيت بسم الله ما شاء الله مليان بالخير وعمران. انما اللحمه مقدور عليها والفراخ مقدور عليها، ممكن انزل اجيب ربع كيلو لحمه لو ظروفي ما تسمحش، او ما معيش ال1000 جنيه. انزل اقول للراجل بتاع الفراخ انقي وركين، اقول له وزنهم لي شوفهم بكام، والله لو عايزه ورك واحد هيديكي، لو عايزه ورك واحد هيديكوا. دلوقتي في ناس بتاعت فراخ بتبقى اسمى الورك، مخليه الدبابيس لوحدها ومخليه الفخاد لوحدها، ممكن تنقي فخدتين تقول له شوفهم لي قد ايه. ممكن تنقي دبوسين، بس الدبابيس بتبقى غاليه شويه عن الفخاد. معلش اشرب نسكافيه بارد. فيعني كل حاجه دلوقتي من ساعه الغلا بقت متاحه. هتروحي للراجل بتاع اللحمه تقول له اديني ب50 جنيه لحمه، اوزن لي على قد يقول لك ب50 جنيه، قول له اوزن لي على قد، اديني ب30 جنيه لحمه، اديني ب20 جنيه لحمه مفرومه. هيوزن لك، هيكتب في الميزان سعر اللحمه وهيديكي بال20 جنيه. دلوقتي من ساعه الاسعار ما بقت غاليه، دلوقتي الناس عايزه تبيع، بيقول لك اما ابيع ب20 جنيه احسن من حاجه تبقى مركونه عندي. لما الست تاخد ورك ما ينفعش اقول لك لا، هو اساسا ما فيش حد بيقول لك لا. لو عايزه هيكل في هياكل لوحدها كده، لو عايزه هيكل واحد قول له حط لي شوف لي ده بقد ايه، ب10 جنيه ولا ب12 جنيه ولا ب15 جنيه، اقسم بالله هيديهولك.
بتبقى رقبه والجناحين واللي هي العظميتين اللي بين الصدر دول، تاخديهم تسلقيهم وتقطعيهم وتفصصيهم وتعمليهم على اي حاجه، ان شاء الله تعمليهم على صينيه اي حاجه، اعمليهم في صينيه بطاطس وجنبهم حبه رز واتغديتي والحمد لله. يوم حبه رز، يوم عفوا حبه بطاطس، حبه فلفل، بتنجانيه، حته جبنه واتغديتي. يعني العيشه مش كلها لحوم ومش كلها فراخ، لا، لازم نأقلم نفسنا ولازم نتعود على الغلا، نتأقلم مع الغلا. معلش يا حبايب قلبي، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. يا ريت ما تنسوش اختكم في اللايك وفي الشير، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله. ويا ريت كومنت حلو كده من ايديكم ودعوه كده ليا ولزوجي ولاولادي، ربنا يصلح حالهم يا رب، ويشفي زوجي يا رب شفاء عاجلا لانه رجله وجعاه. وادعوا لي ربنا يسترها معايا ومعاكم يا رب في الدنيا والاخره. وحسن الختام، السلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.